كنت بسمع كتير جدا ان الاكله الحلوه يطرح لها بلاد، وما حسيتش بمعنى الكلمه ديت غير لما رحت بقى اتسحرت في المكان دوت وشفت شكل الحاجه عندهم جميله جدا. من احلى تجارب الفول اللي انت ممكن تجربها في حياتك، وفعلا المكان دوت يستاهل ان انت تروح له لغايه مكانه وتجرب السحور، والاجواء عندهم جميله جدا. ومن اكتر الحاجات اللي عجبتني في المكان دوت ان هو منظم، وكل واحد مسؤول عن حاجه وبيعملها كما يجب ان يكون. ودي الفرشه بتاعتهم كده شكلها منظم وجميل ومرتب في عز الزحمه، كل حاجه عندهم مظبوطه والنظافه عندهم مظبوطه جدا. وارشح المكان دوت للناس اللي بتحب تتسحر فول بس بتقلق من حته النظافه بالذات في ضغط الشغل والكلام دوت. لا، روح المكان دوت وعلى ضمانتي الشخصيه. وهي دي بقى فقره الالعاب الناريه اللي بينزل بيها كده بشويه البطاطس بالبسطرمه بالصوص الجميل اللي هو عامله دوت. والطبق ده بقى ما يتقالش عليه غير تورته البطاطس. وخش بقى كده على البيض بالمشروم يا جدعان بالسوسيس، حاجه كده تفتح النفس وهطيس. ودي ذكريات رمضان كلها في صوره. ويلا بينا بقى نبتدي جولتنا بالصلاه على الحبيب النبي، وما تنساش اللايك وبسم الله ما شاء الله. بعد الصلاه على النبي هيا بينا نبتدي الملحمه بتاعتنا ونخش بقى على العيش اللي كان يفتح النفس. واول حاجه هبدا بيها الفول الاسكندراني، واي حاجه يا جدعان اسكندراني بتبقى جميله. تحيه لاهل اسكندريه. ونلحم بقى على طول بالفول بالسجق. الفول بالسجق كان طعمه حلو، السجق كده بالخلطه لا كان طعمه جميل جدا، يبقوا جربوه هيعجبكم. ونخش بقى على الطعميات من عندهم. اول حاجه هبتدي بيها الطعميه بالبسطرمه، زي ما انتم عارفين البسطرمه بتبقى حادقه شويه. ونخش بعد كده على الطعميه بالكيري، دي بقى مرهم وزبادي. وبعد كده هنخش على الطعميه بالشيدر، دي تحفه وجميله جدا. واحلى حاجه بقى في الشيدر والكيري ان هما بيخفوا الطعميه كده. ونخش بقى على الطعميه المحشيه حراقه جدا، اللي بيحب الشطه هتعجبه قوي. وخش على الفول بالزيت الحار، انا قلبه مولع نار. وزي ناس كتير اللي بتعشق الفول بالزيت الحار. البتنجال عنده بقى الخلطه بتاعته غريبه كده، وتحس ان هما طحنين ليمون مخلل معاه، لا اجرام بجد. وخش على الجبنه المقليه الرومي، طعمها تحفه وجميله. وبالنسبه لي بقى كانت جديده وغريبه ان انا الاقيها في المحل بيبيع فول وطعميه. والبابا غنوم عندهم معمول كما يجب ان يكون، ومليان طحينه والدنيا حلوه. حتى السلطه يا جدعان طعمها حلو. يلا بينا بقى نكتشف الاختراع اللي انا سميته تورته البطاطس، اللي كان عباره بقى عن بسطرمه وشيدر ورومي وبطاطس وكمان مايونيز وكاتشب. لا كان تحفه جدا. ونخش على بعده واللي لاول مره جربه بيض بالميكس جبن، كان طعمه جميل وخفيف، لازم تجربوه. وبما اني بقى لقيت عندهم سلطه الكول سلو اسيبه، لا رحت جايب منه طعمه حلو بس مايونيز كتير. ونخش بقى على المسقعه، وانا واحد من الناس اللي بحب المسقعه تبقى بايته في التلاجة واكلها ساقعه، ازاي ما اعرفش، بس المسقعه من عندهم جميله. ويلا بقى نخش على بعده بيض بالسوسيس بالمشروم بالزيتون، كان طعمه جميل جدا والميكس على بعضه حلو، بالذات ان هم منقرشينه جبنه رومي. انا حابب بس اقول لكم ان البتنجال من عندهم يا جدعان اجرام بجد. ونخش على بعده بقى الجبنه القريش، ويا ريت بقى تكتر منها كده، بتبقى جميله في السحور وبترطب على الواحد. واللي بعده بقى بطاطس الشيبسي، واخده برده جرنشه رومي وشويه شيدر وكاتشب ومايونيز يا جدعان تحفه. ومن كتر حبي بقى للطبق المشكل دوت عايز اسميه اكبر من الكبير قوي. ونبتدي باول حاجه البطاطس البانيه، طعمها حلو ومميز. ونخش على البيض المدحرج اللي انا بحبه اصلا على طول. واسمحوا لي بقى افصل ببصلايه، والطبق دوت لازم تجربوه عشان ااكلكم. ده طماطم واخد خلطه بالليمون المعصفر جميل جدا. والعجه من عندهم جميله، بس انا اصلا ما بحبش العجه. عجبتني جدا البطاطس الفنجر البورليه، واخده وش بقسماط من بره، لا تحفه لازم تجربوها واطلبوا منها 3 4 اطباق. اللي عجبني بقى في الشكشوكه من عندهم ان هي واخده وش تقليه اللي انتوا بتقولوا عليه وردي بس خفيف وطعمها حلو. والبطاطس المهروسه برضو واخده وش تقليه اللي هو الوردي الخفيف ده، فكان طعمها جميل جدا وتجربه مميزه قوي. اتبسطت جدا انا وكل الناس اللي معايا، وبجد مكان يشرف ويشرف اي حد تعزموه هناك. فيا ريت بقى تروحوا تجربوا الاكل من عندهم عشان يعجبكم. لو انت بقى بتدور على مكان سعره كويس وبيقدم جوده عاليه جدا، فلازم تروح على المكان دوت. واضمن لحضرتك اللي انت شفته في الفيديو دوت هو اللي هينزل لحضرتك. والمكان ده بقى من اكتر الاماكن اللي علمت معايا، يعني لما عاوز اعزم حد اروح المكان ده تاني. والمطعم الانيق دوت موجود في النزهه الجديده في شارع محمد رفعت بجوار صيدليه عصمت. كل سنه وانتم طيبين. طيب يا غالي، اكل عالمي صراحه، البطاطس بالذات بيتي. طب انا جاي من مشوار بعيد، الاكل يستحيل مشوار بامانه جدا. ما احنا هنجرب اهو. عايز الريفيو بتاعك، بص على الاطباق فاضيه ما شاء الله. الله اكبر يا رجاله. بألف انا شبعته يعني. بألف انا يا معلم. تسلم ايديهم بقى، مركز. انا بركز في الاكل.